قبل ما نبدأ في الفيديو حابب أشكركم على وصولنا 1000 مشترك، وإن شاء الله لسه قدامنا مشوار طويل، والأهم إنك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك كومنت وشير عشان لسه اللي جاي كتير. الفيلم بيبدأ سنة 1897 مع واحد اسمه جون. جون ما كانش ساحر عادي، جون كان مهندس خدع، يعني الراجل اللي بيخترع إزاي السحر بيحصل. أول حاجة بيقولها لنا في الفيلم هي قاعدة: أي خدعة سحرية في الدنيا بتمشي ب3 مراحل. أول مرحلة العهد، الساحر بيوريك حاجة عادية جدا، طائر، صندوق، حاجة ملهاش أي معنى. تاني مرحلة التحول، وهنا بقى الساحر بيبدأ الحاجة العادية دي إنها تختفي، تتغير، يحصل فيها حاجة مش منطقية. تالت حاجة وهي مرحلة ذا برستيج أو كشف المستور، ودي أصعب مرحلة فيهم، لأن هنا لازم يرجع كل حاجة زي ما كانت من غير ما تكتشف انت السر. ودي بالبلدي المرحلة اللي بيبهرك فيها الساحر، وده حرفيا اللي هيحصل معانا طول الفيلم. الفيلم كان عبارة عن خدعة سحرية، بنشوف بعدها واحد بيغرق، بيموت قدام عينينا، وواحد واقف قدامه بيتفرج، مش بيحاول ينقذه، مش بيعمل أي حاجة، هو مجرد واقف ساكت. والشخص ده كان اسمه بوردن، واللي بيموت كان دانتون. الاتنين دول ما كانوش أعداء، في البداية هما كانوا صحاب، بس في لحظة بقوا عكس بعض. ومن هنا الفيلم بيبدأ بجد. المحكمة بتقرر إن بوردن هو اللي قتل دانتون. ليه؟ لأنه كان واقف وشافه ما عملش حاجة، وشهادة جون عليه كانت كافية جدا. وبوردن بيدخل السجن ومش قادر يثبت إن هو بريء. بس وسط كل ده في تفصيلة صغيرة هتقلب الفيلم كله. المحامي أوينز بيدخل له، بيقول إن هو شغال مع ساحر كبير اسمه كلودلو. المحامي بيقول له أنا عايز أسرار الخدعة بتاعتك مقابل إن أنا أخرجك من السجن. وبوردن بيوافق جزئيا، وبيقول له إن هو يروح للمساعد بتاعه فالون وهو هيقول له. بس أهم خدعة، خدعة الرجل الخفي، لأ مش هتتقال حتى لو هتعدم. وهنا أول مرة بنفهم بوردن، الراجل ده ممكن يضحي بأي حاجة إلا سر الخدعة بتاعته، حتى بنته. المحامي بيضغط عليه، بيقول له أنت هتموت، مين هيهتم بالخدعة بتاعتك؟ ساعتها بيدي البوردن مذكرات دانتون الساحر اللي مات قدامه، بيقول له هو عارف السر بس هو ما قالهوش. وهنا الفيلم بياخدنا لفلاش باك لبداية الحكاية زمان، لما كانوا الاتنين شغالين مع بعض تحت ايد ساحر كبير بيعلمهم، وكان معاهم مرات دانتون اللي بتساعدهم في اخطر خدعة، خدعة صندوق المية. البنت بتتربط وتنزل جوه صندوق مليان مية، والمفروض انها تفك نفسها وتطلع قبل ما تموت. الخدعة بتنجح والناس بتفضل تسقف لهم. جون ما كانش عاجبه الاداء، مش عشان الخدعة فشلت، عشان كانت مش كاملة. جون بياخدهم في يوم وبيقول لهم لو عايزين تشوفوا سحر بجد تعالوا معايا. بيوديهم لساحر صيني بيعمل خدعة السمكة. الساحر شكله ضعيف، ماشي بصعوبة كأنه بيزك على رجله، كأنه أصلا مش قادر يشيل نفسه. بس بوردن ما بصش للخدعة، هو بص للراجل ذات نفسه، واكتشف حاجة محدش خد باله منها. الراجل ده بيمثل إن رجله بايظة، كل حاجة تمثيل عشان يخبي سر بسيط. الراجل كان بيشيل حوض السمك بين رجليه، يعني هو مش بيستخدم خدعة، هو نفسه الخدعة. وهنا أول فرق حقيقي بين بوردن ودانتون. بوردن كان بيدور على السر، إنما دانتون كان بيدور على النتيجة. دانتون بيرجع وبيحاول يقلد الحركة، بيتدرب ويتدرب ويتدرب، بس ما بيعرفش يوصل لنفس الإتقان بتاع السحر الصيني، لأن كان فيه حاجة ناقصاه وهو مش عارف هي إيه. بنرجع لبوردن تاني. بوردن بيتعرف على سارة، بيحبها ويتجوزها ويحاول ان هو يعيش حياة طبيعية. بس المشكلة مرة تحس ان هو بيحبها بجنون، ومرة تحس ان هو مش شايفها اصلا، كأنك قدام شخصين مش شخص واحد. وهنبقى نرجع للنقطة دي تاني بعدين. بنرجع تاني لخدعة حوض المية. المرة دي بقى الخدعة فيها حاجة اتغيرت. الرابطة اللي تربط بيها ايد البنت اللي بتخش في الحوض ليها طريقتين، طريقة سهلة وطريقة صعبة، والطريقة الصعبة دي اسمها الرابطة المزدوجة. جون بيحذرهم بلاش الرابطة المزدوجة لأنها بتتأخر في الفك، ولكن بوردن بيقرر إن هو يعملها من غير ما حد ياخد باله. تنزل زوجة دانتون للصندوق وبتحاول تفك نفسها، بس الوقت بيعدي وما بتعرفش تفك نفسها، ودانتون بيكون واقف وشايف كل حاجة ومش قادر إن هو يلحقها، وللأسف بتموت. زوجته ماتت قدامه. وهنا كل حاجة بتتغير، أو بالأصح كل حاجة بتبدأ. دانتون بيروح لبوردن بيسأله سؤال واحد: انت ربطتها ايه؟ ربطتها الربطة المزدوجة ولا الربطة العادية؟ سؤال بسيط،
بس إجابته هي الفرق، لأن هو يا إما قاصد يموتها يا إما هي ماتت بالغلط. بوردن بيرد عليه بأن هو مش فاكر، وخليك فاكر كويس الإجابة دي، إن بوردن ما كانش فاكر هو ربطها إيه، لأن هو فعلا ما كانش بيكذب لما قال إن هو مش فاكر. بس هبقى أشرح لك في آخر الفيديو. دانتون طبعا ما صدقهوش، ومن هنا الصداقة بتتحول لهوس، مش بس مجرد كره، اتحولت لانتقام. بوردن بيكمل حياته، وبيظهر في حياته شخص جديد اسمه فالون، شخص هادي وغامض دايما موجود، بس محدش بيكون مركز معاه، ودي حاجة غريبة بس مش هنفهمها غير في الآخر. وسارة بتكتشف إنها حامل، وبوردن بدل ما يفرح بيفكر في السحر بتاعه، بيقول لها أنا هعمل خدعة جديدة، خدعة الرصاصة، واحد يضرب عليه نار وهو يمسك الطلقة بإيده. هي خدعة خطيرة، ولكن بوردن مش فارق معاه، لأنه مش بيدور على الأمان، هو بيدور على الإبهار اللي هياخده من الجمهور. وبيبدأ العرض بتاعه، واللي ماسك المسدس كان دانتون، ولكنه كان متنكر. هو رجع من تاني عشان ينتقم من بوردن، وبدل ما بوردن يتضرب ضربة وهمية، دانتون بيضربه ضربة حقيقية وبتصيب صوابع بوردن وبتقطعها. ومع ذلك ده ما كانش كفاية بالنسبة له، لأن الألم الجسدي ما يسويش الألم اللي جواه من موت مراته. ومن هنا المنافسة بتتحول لحاجة أخطر، ما بقيش مين أشطر، بقت مين مستعد يخسر أكتر. دانتون بيبدأ طريقه، وبيجيب مساعدة ليه وليفيا، ويبدأ إن هو يبني عرضه. بس المشكلة هو لسه بيفكر زي الأول، عايز نتيجة من غير ما يدفع التمن. دانتون بيقرر إن هو يعمل نفس الخدعة بس بطريقة تانية، بيجيب مساعد وبيبدأ العرض، والمساعد بتاعه بيطلع بوردن، ولكنه برضه كان متنكر. رجع له بنفس الطريقة اللي اتأذى بيها، بيبوظ له العرض بتاعه، بيخليه أضحوكة. ومش بس كده، سمعة دانتون ذات نفسها بتتكسر، والاتنين بقوا عايشين لهدف واحد، أكسب التاني بأي تمن. جون بيقول لدانتون في معرض علمي، روح شوفه. دانتون بيروح وبيقابل هناك نيكولا تسلا، عالم غريب وأفكاره أغرب. بس قبل ما يفهم حاجة بيشوف بوردن برضه هناك، بيتبعه لحد لما بيشوف حياته، بيشوفه هو ومراته وبنته وبيته، كل حاجة هو كان نفسه فيها. وهنا الكره جواه بيبدأ يكبر، مش بس عشان السحر، عشان الحياة. بيتنكر وبيروح يشوف عروضه، ويشوف أخطر خدعة في الفيلم، الرجل المتنقل بيدخل من باب ويطلع في نفس اللحظة من باب تاني، من غير شبيه، من غير خدعة واضحة، نفس الشخص، بدليل إن صوابعه برضه المقطوعة موجودة. وهنا دانتون بيتكسر، لأن دي مش مجرد خدعة عادية، دي حاجة هو مش فاهمها. وبوردن نجح، بقى معاه فلوس وشهرة وعيلة، كل حاجة كان دانتون نفسه فيها. ودانتون كان بيغرق، مش بس في الفشل، في المقارنة. بيقرر ان هو يعمل نفس الخدعة من تاني، بيروح لجون، وجون بيقول له طب نجيب لك شبيه، وفعلا بيجيبوا واحد شبهه بالملي، والخدعة بتشتغل. بس في مشكلة صغيرة، الشبيه كان هو اللي بياخد التحية من الجمهور، ودانتون كان بيبقى ورا في الخلفية مستخبي. ودانتون بيكون زعلان جدا، هو ما كانش زعلان عشان الخدعة نجحت، هو زعلان عشان مش هو اللي اخد المجد، مش هو اللي اخد السكسي، مش هو اللي اخد التسقيف. يعني هو ما كانش عايز نجاح، هو عايز احساس انه افضل، وده فرق كبير جدا. بيقرر ساعتها ان هو يعمل خطوة اكبر، بيبعت اوليفيا المساعدة بتاعته تشتغل عند بوردن، ولكنها كانت بتتجسس عليه، ولكن عن طريق انها بتقول له الحقيقة، انها بتقول له انها جاية تسرق سره، لان الصدق احيانا بيبقى اذكى كدبة. بتروح له فعلا، وبوردن في الاول مش بيثق فيها، بس مع الوقت بتبدأ تقرب منه وتبدأ تساعده وتكسب ثقته. ومش بس كده، بل كمان هو بيقع في حبها. بوردن بيستغل الفرصة دي وبيوصل لشبيه دانتون، وبيقنعه ان هو عبد، ان هو مجرد أداة، وبيرشيه. مفاجأة العرض لما دانتون بيقع تحت، بيلاقي المرتبة اللي المفروض كانت تلحقه مش موجودة، ورجله بتتكسر. في نفس اللحظة بوردن بيطلع على المسرح قدام الناس وبياخد مكانه، وبيكمل هو العرض. والناس كلها بتقعد تضحك على دانتون اللي كان مربوط، كان مذلول. ده طبعا ما كانش دانتون، ده كان الشبيه بتاعه، بس الشبيه ده كان قابض. وبوردن بيدعو الناس اللي موجودين ان هم يروحوا يتفرجوا على العرض بتاعه ويفكوهم من العبيط ده. هو كده بس مش كسبه، هو كسره زيادة وزيادة، مش مرة ولا اتنين، بل 3 مرات ورا بعض. دانتون هنا بيوصل نقطة خطيرة، هو مش عايز يكسب، هو مش عايز ينجح، هو عايز يدمره. بيروح له أوليفيا وبتديله ساعتها مذكرات بوردن، بيفتحها ما بيفهمش منها حاجة،
المذكرات كلها كانت مشفرة، كأن بوردن بيقول له انت حتى لو وصلت للسر بتاعي برضه مش هتفهمه. وهنا دانتون بيقرر ان هو لو مش عارف حتى يفهم من المذكرات بتاعته هو هيساومه. دانتون بيقرر يلعب اللعبة لآخرها، بيخطف فالون مساعد بوردن، ولما بيوصل له بوردن بيجبره ان هو يفك له الشفرة. بوردن بيقول له السر عند تسلا، والجملة دي كانت بداية النهاية. دانتون ما بيستناش، بيسافر على طول لنيكولا تسلا. بس العالم ده مش بيحب السحر ولا حتى السحرة، لأن هما بياخدوا الشغل وبيحولوا له عروض. في البداية هو بيرفض يساعد دانتون، ولكن دانتون ما بيستسلمش، بيرجع له تاني بفلوس أكتر وبإصرار إن هو يساعده. وفي الآخر تسلا بيوافق وبيبدأ يشتغل على الآلة اللي المفروض إن الآلة دي هو اللي بوردن بيستخدمها في العرض بتاعه. وأول تجربة بيعملوها بعد ما الآلة بتتعمل كانت القبعة بتاعت دانتون، بيحطها في الجهاز ويشغلها وبيستنى ولا أي حاجة بتحصل، القبعة زي ما هي. دانتون بيحس إن هو اتنصب عليه، ولكن بيستنى تاني على نيكولا تسلا. ولما بيروح تاني بيجربه على قطة وبرضه ما بيحصلهاش حاجة. ولما بيجي يخرج دانتون بره بيسمع صوت غريب، بيروح يشوف الصوت جاي منين وبيلاقي ساعتها المفاجأة. القبعة بقت فيه منها نسخ كتير، عشرات النسخ، والقطة بقت أكتر من قطة. والآلة دي طلعت ما كانتش بتنقل الناس، الآلة دي كانت بتنسخ. يعني كل مرة بقى في نسخة جديدة ونسخة قديمة. دانتون ساعتها بيسأل نيكولا تسلا طب أنهي واحدة فيهم قبعتي؟ ساعتها قال له كلهم. ولكن دانتون بدل ما يخاف ابتسم، لأنه أخيرا لقى اللي هو كان عايزه. ولكن تسلا بيحذره ابعد عن الآلة دي، ولكن دانتون ما بيسمعوش لأنه الهوس خلاص أعمى عقله. بياخد الآلة وبيرجع تاني وبيقرر يعمل العرض بتاع الرجل المتنقل، بس المرة دي عرض بحقه حقيقي مش مجرد خدعة. بيدخل الآلة وفي ثانية بيظهر بعيد عنها، في مكان بعيد جدا عن المكان اللي هو كان واقف فيه. مش بس مجرد من باب اللي بيبقى على نفس المسرح، لا ده كمان في مكان أبعد. والناس بتكون مصدومة، وبوردن قاعد وسط الجمهور ومش فاهم حاجة لأن اللي بيشوفه ده مستحيل. في نفس الوقت بوردن هو راجع بيته، سارة بتكون زعلانة مش فاهمة هو بيحبها ولا لأ. مرة يقول لها بحبك ومرة يقولها وهو مش حاسس، كأن في حد تاني جواه. في نفس الوقت هو مع أوفيليا، يعني هو بيخونها، بس الغريب هو مش حاسس ان هو بيخونها، كأن جواه شخصين. والفيلم لسه سايبك محتار، هل ده نفاق ولا ده حاجة أعمق من كده؟ وللأسف سارة مش بتستحمل خيانته وبتنتحر. اوليفيا لما بتقعد معاه بتقول له انت ازاي مراتك لسه ميتة وانت مش حاسس بأي حاجة، حتى مش بتعيط عليها. وفي وسط كل ده دانتون بيكسب شهرة وفلوس وأقوى خدعة في العالم. بوردن بيروح العرض من تاني، وساعتها بيتسحب وبينزل تحت المسرح عشان يشوف الخدعة. بينزل تحت المسرح وبيشوف السر. دانتون بيغرق تحت المسرح، بيتقفل عليه خزان بعد لما بيقع من على المسرح وبيغرق. دانتون ما كانش بيدور على الخدعة، زي ما قلت لك كان بيدور على الكمال حتى لو التمن كان حياته. بوردن بيتقبض عليه وبيتهموه بالقتل، بيدخل السجن. وهنا الشخص اللي اختفى طول الفيلم بيرجع من تاني، أوينز. بيقول له ساعتها أنا لسه عايز أسرارك. بوردن بيوافق بس عشان بنته، وكان شرطه الوحيد إن هو عايز يشوفها. وبالفعل بتدخل عليه ومعاها الساحر كلودلو. وهنا بنتفاجأ إن كلودلو ده كان هو دانتون. إزاي؟ مش هو مات؟ فاكر القبعات والقطط؟ فاكر الآلة؟ هي ما كانتش بتنقل، هي كانت بتنسخ. يعني كل مرة دانتون يدخل فيها في نسخة بتموت ونسخة بتعيش، والنسخة اللي عاشت هي اللي واقفة قدام بوردن دلوقتي. يعني دانتون كان مستعد ان هو يموت منه نسخة كل يوم بس عشان يكسب في التحدي بتاعه، بس عشان يبقى الافضل. وهي بنفهم الحقيقة اللي كانت في الفيلم، هو ما كانش بيحارب بوردن، هو كان بيحارب احساسه بالفشل، احساسه ان هو اقل منه، بياخد اثاره وبيسجنه وبيفتكر ان هو كده كسب. ولكن اللعبة لسه ما خلصتش. يوم الاعدام بوردن بيتشنق، وفي نفس اللحظة دي حد بيظهر ويضرب دانتون. والمفاجأة ان ده كان بوردن. والحقيقة اللي ظهرت في آخر الفيلم إن بوردن ما كانش واحد، كانوا 2 توأم، نسختين عايشين حياة واحدة. واحد بيظهر والتاني بيختفي، واحد بيحب سارة والتاني بيحب أوليفيا، واحد بيقول لها بحبك والتاني مش حاسس من ناحيتها بحب. عشان كده كان دايما متغير، مش لأنه بيكذب، لأنه فعلا مش نفس الشخص. حتى لما سألوا دانتون انت ربطت انهي ربطة وهو قال له مش فاكر، وفعلا ما كانش بيكذب، لأن أخوه هو اللي ربط الربطة دي وهو مش عارف اخوه ربط انهي واحده. حتى الصوابع بتاعتهم اللي مقطوعه
لما واحد فيهم اتقطعت صوابعه قطعوا صوابع التاني نفس الشكل بالظبط عشان السر يفضل كامل. وده بيورينا حاجة مرعبة، بوردن ما استخدمش الآلة، هو استخدم حياته، ضحى بكل حاجة، بحبه وعلاقته واستقراره عشان يقدم خدعة مثالية. والأخ كان دايما مستخبي في ظل فالون، يعني فالون في الحقيقة كان هو نفسه بوردن، بس كان واحد من الاتنين. لما كان واحد بيبقى بوردن التاني كان بيبقى فالون. والسؤال هنا هو مين فيهم بقى اللي مات؟ وفي الآخر الأخ التاني بيقتل دانتون وبينزل تحت المسرح ويشوف الحياة الكاملة، صف طويل من الصناديق، كل صندوق كان فيه دانتون الميت. يعني كل مرة كان بيطلع فيها على المسرح كان بيموت فعلا، ما كانش مجرد تمثيل، كان في نسخة منه بتموت. وهنا الفيلم بيحطنا ما بين شخصين، واحد ضحى بنص حياته وفي واحد ضحى بحياته كلها، بس الاتنين خسروا كل حاجة. سارة ماتت ودانتون مات وأخ من بوردن مات، واللي فضل واحد بس، فضل مع بنته الصغيرة، والسر اتدفع تمنه عمر كامل. وساعتها بتفهم إن السؤال عمره ما كان مين أشطر، السؤال الحقيقي كان مين مستعد يخسر أكتر. الفيلم كان خدعة وإحنا مشينا في مراحله التلاتة. وفي الأخير لو اتفرجت على الفيلم أو لسه عايز تتفرج عليه، روح اتفرج عليه وقول لي مين فيهم هو اللي مات. وبس كده، كان معكم حسن فهد، السلام عليكم.